هل الحل هو قدوم مدير فني جديد للنادي الأهلي؟ طبعا شفنا كولر وانتقادات كبيرة جدا لكولر في الفترة الأخيرة والموسم الثالث مع النادي الأهلي. شفنا الموسم الأول ليه بطولات، حب متبادل ما بينه وبين جمهور النادي الأهلي وعشق لا ينتهي. الموسم الثاني برضه كذلك، لكن الموسم الثالث السنة دي فيه يعني منحنى هابط كبير جدا لمدرب النادي الأهلي. ويعني عشان ندور على الأسباب، من وجهة نظري هذه الأسباب تتلخص في شيء واحد فقط، وهو فقدان مستر كولر للشغف. فقدان مستر كولر، خلاص مستر كولر بالنسبة له الراجل كان جاي النادي الأهلي معاه بطولتين ثلاثة. جه النادي الأهلي حقق العديد والعديد من البطولات، لعب في كأس عالم أندية وأخذ بطولة أفريقيا أكتر من مرة وأكتر من موسم، كذلك بطولة الدوري المصري. اعتقد ان اللي موجود دلوقتي مع مستر كولر يعني محدش يتخيل ان ده مدرب النادي الاهلي اللي في اول موسم ليه كان مكسر الدنيا، تغييرات ولاعبين وخطط واداء وروح في الفريق. دلوقتي انا بنشوف من وجهة نظري مفيش روح في فريق النادي الاهلي، مفيش دوافع، ودي اهم شيء بيقدمه المدرب للاعبين. مستر كولر فقد الدوافع، مستر كولر فقد الشغف وفقد المزيد من البطولات مع النادي الأهلي، ومش قادر إن هو يوصل للاعبين إن هو عايز يكمل، مش قادر يوصل للاعبين إن هو عايز يستمر، مش قادر يوصل للاعبين لدوافع جديدة وشغف جديد في المزيد والمزيد من البطولات. هو نفسيا أعتقد إن هو فاقد الشغف، ودي مسألة صعبة جدا. لما اللاعب بيفقد الشغف، اللاعب بيفقد التركيز، اللاعب بيفقد حاجات كتير جدا مع المدير الفني، بيبقى بنشوف المستوى اللي هو موجود في النادي الاهلي. اقالة كولر، هل الوقت بقى مناسب؟ هو كده كده احنا داخلين على وقت صعب ومباراتين صعبين جدا للنادي الاهلي. بندعم مستر كولر فيهم، بندعم النادي الاهلي. كل الناس بتقف ورا النادي الاهلي لان مباراة مهمة جدا امام الهلال السوداني هتتلعب في موريتانيا. النادي الاهلي محتاج ان هو على الاقل نتيجة التعادل. النادي الاهلي محتاج ان هو يفوز في هذه المباراة عشان ما يدخلش في اي حسابات اخرى. مباراة الدوري مع بيراميدز هتكون يوم 12. دول هما المباراتين الفاصلتين لكولر مع الاهلي. دول المباراتين اللي مش هيستنى جمهور النادي الاهلي اكتر من كده. اتكلم بقى عن السوشيال ميديا، لا قدر الله النادي الاهلي خرج من بطولة افريقيا او هزم امام بيراميدز، يعني خلاص بيبقى انتهى الدوري وانتهى المنافسة على الدوري، وخلاص بيراميدز بيبقى بنسبة كبيرة كبيرة 99% حسم الدوري لو انتصر وفاز على النادي الاهلي. كذلك لو خرج النادي الاهلي من بطولة افريقيا لاي سبب امام الهلال السوداني، اعتقد كولر مش هيكمل في النادي الاهلي. النادي الاهلي بيبحث عن مدربين اخرين. شفنا فيه في الصورة كارلوس كيروش المدير الفني السابق للمنتخب المصري، وطبعا الاسم المتردد على طول في النادي الاهلي. واي حد يقول لك لو هنغير المدير الفني هنجيب مين، كل الناس بتتكلم على فايلور اللي قاد النادي الاهلي في فترة قصيرة جدا، لكنه يعني ثابت واستحوذ على حب جمهور النادي الاهلي بشكل غير طبيعي، برغم ان هو ترك النادي الاهلي في وقت صعب جدا. بنتمنى التوفيق للنادي الاهلي، نتمنى التوفيق للنادي الاهلي في مباراه هتكون صعبه، مباراه الدوري امام بيراميدز. الان الفريق بيمتلك نجوم كتير جدا، بيمتلك اداء في روح، بدأ يلعب على البطولات، بدأت ان تبقى في شخصيه للاعبين في نادي بيراميدز، وبيمتلك بصراحه وامانه مجموعه مهمه جدا. وشفنا ابراهيم عادل بيعمل ايه السنه دي في الدوري وفي دوري ابطال افريقيا، والنادي الاهلي في مرحله ليست الافضل في الوقت الحالي. فهنشوف ان شاء الله، وكل التوفيق للنادي الاهلي ومستر كولر. لكن كولر باقي او غير باقي، النادي الاهلي في الطبيعي ما بيغيرش في يعني في اثناء الموسم مدير فني، لكن قد يجبر كولر النادي الاهلي على ان هو يعني يقدم له الشكر، والضغط الجماهيري طبعا بيبقى ليه مفعول كبير جدا. انا وجهة نظري من الان لابد ان يبحث النادي الاهلي عن مدير فني في كأس العالم للأندية.